هند القحطاني دايما معتبرة نفسها مثال للحرية ومثال للحرية المرأة وقوة المرأة. عزيزتي هند القحطاني، احنا قاعدين في دولنا، قاعدين في بيوتنا، الحمد لله حاشمين نفسنا، الحمد لله محترمين اسماء عوائلنا، محترمين عاداتنا وتقاليدنا، ما نسي الأحد. هي معترضة تطلع في فيديو تتكلم تقول فيه اللي بدأتي في انك اول واحدة تكلمت عن اضطهاد المرأة وخرجت من هذه العباءة والتقاليد، خصوصا ان انا قبيلية قحطانية من قبيلة من صلب قحطان من القحطاني. فاقول اوكي معلش، يعني انت هند انقذتي النساء، خليتي اوضاعهم تتغير للافضل، خففتي. كنت اسفنجة امتصت كل غضب المتشددين والقبليين اللي ما يعترفون لا بدين ولا بغيره، أهم شيء عندهم القبيلة. إذا أنت مفتخرة أنك بنت القحطاني لازم تلبسين اللبس اللي يليق في هذه القبيلة العريقة. لما تقولين أنا قحطانية وأنا بنت أصل وفصل، إذا كوني بهذا القدر بالسلوكيات، في اللبس، في الحشمة، في الاحترام. أنت صراحة كألفاظ أنا ما شفت منك شيء مشين، لكن كلبس اسمحي لي أمانة كألفاظ أنا ما شفت من هند القحطاني أي ألفاظ مشينة. ما أدري، أنا ما أتابعها وايد، بس أنا اللي شفته ما شفت منها ألفاظ مشينة. لكن اللبس والفكر لا يتناسب مع العادات والتقاليد العربية والدولة اللي أنت تنتمين لها، السعودية. يعني بالنهاية بنات الخليج ما يطلعون بهذا المنظر، حتى وإن صار في بنات فاشنستات بلوجرات يطلعون بالقصير، يطلعون بالحفر، لا تتوقعين أن هذا شيء مقبول أو شيء محمود أو شيء العين تقدر تتقبله. اللي قاعدين يتقبلونكم الأجيال الصغيرة اللي أصلاً قاعد يتربون على السوشيال ميديا وعلى تربية العادات والتقاليد الأجنبية للأسف، فهم اللي قاعدين يتقبلونكم وقاعدين يرفعون المشاهدات. رجاءً إذا أنتي تتكلمين باللغة العربية، فاتحة أكاونت باللغة العربية وتتكلمين خليجي وتكلمين المرأة العربية، فتكلمي بما يليق بالعادات والتقاليد والأخلاق، ولبسي اللبس اللي يناسب هذا المجتمع، علشان لا تنشرين ثقافتك اللي أنت مقتنعة فيها اليوم في أنها تكون هي الثقافة الصحيحة. أنت بنفسك في أكثر من فيديو أنا شايفته أنت تنقدين نفسك على سلوكيات قمتي فيها بالسابق، ففي يوم ممكن تنقدين على اللي أنت قاعدة تسوينه اليوم. فلا تنشرين ثقافتك الفكرية الفاشن والأزياء واللبس اللي أنت تعتقدين أنه هو حلو ومناسب للمرأة العربية حتى وإن كنتي برا. دامج قاعدة توجهين رسالة للدول العربية، لبسي واحتشمي واحترمي الدول العربية. خليني أقول لكم شغلة درست في دولة أجنبية، الاتيكيت والمجتمع الراقي، شلون يلبس، شلون ياكل، وشلون يتكلم، وشلون يتعامل. من الأشياء المهمة اللي الأجانب يوصون عليها، لا تكشفين جسمك، لا تكشفين مناطق كبيرة من جسمك ولحمك، لأن هذا يعتبر مظهر رخيص.